akwai wacce za ta yi mai gabatar da shi ne abokin da atiku bazo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أيها الضيوف الكرام، أهل هذه المدرسة، إخواني في مدرسة معهد علوم الدين الإسلامي خلادان، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي أبو بكر أتيكو باكو. قمت أمامكم لأقدم لكم مقالة عن مسؤولية التربية أهي عند الآباء أو المدرسين. تعتبر التربية من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق الآباء، والعلماء يساعدون الآباء على هذا إضافة إلى أمر الله حيث قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، حيث تلعب دورا في بناء حياتهم المستقبلية. في الإسلام يعتبر الآباء مسؤولين أمام الله عن تربية أبنائهم وتوجيههم نحو الخير والصلاح، وأما المدرسون فهم الذين يساعدون الآباء في تربية أبنائهم. أولا، مسؤوليات الآباء عند التربية، وهي توفير الحاجات الأساسية. يجب على الآباء توفير الغذاء الصحي والرعاية الصحية. بهذا أقول: إذا لم يوفر الأب والأم طعاما لأولادهم، من هنا تبدأ المشكلة. ومنهم تعليم أولادهم علم الصحيح، وذلك من خلال المدارس أو التعليم في المنزل. ومنهم تعليم الأولاد علم العقيدة وأهمية الإيمان بالله والعمل الصالح. يجب أن يكون الآباء قدوة حسنة لأبنائهم في السلوك والتصرفات، حيث يتعلم الأبناء من خلال الملاحظة والتقليد. حيث يتعلم الأبناء من خلال الملاحظة والتقليد. ثانيا، ومن مسؤوليات التربية أيضا الاستماع إلى أبنائي بعناية وفهم في مختلف مراحل حياتهم. ومنهم الآباء هم المسؤولون أولا عن تكوين شخصية الأبناء قبل المدرسين. وأخيرا، عندما تتمثل مشكلات التربية الشائعة عند الآباء والمدرسين هي في أساليب التربية الخاطئة، مثل الضرب بلا دليل، وعدم تشجيع الأولاد إذا فعلوا خيرا، وعدم الثبات في القواعد والمقارنة. يجب على الآباء والمدرسين التعاون في توفير بيئة داعمة وتعزيز التواصل ووضع حدود واضحة، والتربية بالمثال العمل والقدوة بدلا من الوعظ فقط. ونسأل الله التوفيق. شكرا.